ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ان احنا دخلنا اول يوم في اجمل شهر في السنة وهو شهر رمضان. كلنا دايما بنحاول ان احنا نبدأ فيه خطوات ان احنا نقرب لربنا اكتر. تعالوا اقول لكم نقدر نعمل ايه علشان نحاول ان احنا نخرج من رمضان بنية جديدة وبعادة جديدة وبقرب جديد لربنا. اول حاجة وهي ان انت لو مش بتصلي او بتقطع في الصلاة او مهما بتحاول مش بتنتظم، حاول ان انت تبدأ بالفروض اول خطوة. طب لو انا في الشغل او لو انا في دراسة او انا دايما مش بركز مع ميعاد الاذان او بنسى، تقدر ان انت تنزل ابلكيشن اسمه جولدن قرآن او القرآن الذهبي. وده مع كل اذان هو بيفكرك ان اذان الظهر اذن، اذان العصر اذن، وبيبقى ريمايندر ليك ان انت تقوم تصلي وتسيب الحاجة اللي انت بتعملها. وصدقني لو انت بدأت برمضان ان انت تبدأ تصلي وتحافظ وتركز على الصلوات بتاعتك، هتلاقي ان انت بعد رمضان كملت على العادة دي. تاني حاجة وهي ان انت مع كل صلاة بتصليها محتاج ان انت تقرأ 4 صفحات بس من القرآن. شوف 4 صفحات دول هيخلوك على نهاية اليوم انت قريت جزء كامل، وبالتالي انت على نهاية شهر رمضان هتكون ختمت القرآن. تالت حاجة وهي ان انت اعملها لنفسك عادة كل يوم اول ما تصحى، اقعد سبح حتى لو عدد مرات بسيطة. ممكن تسبح بس 20 مرة، ممكن تسبح اليوم اللي بعده 30 مرة. هتلاقي ان انت يوم بعد يوم ان انت عدد التسبيحات والاستغفار هتلاقيه زاد، وهيكون عادة ليك حتى بعد ما تخلص رمضان. وصدقني الاستغفار بالذات والتسبيح ليه تأثير كبير قوي على حياتنا واحنا مش حاسين. رابع حاجة وهي التراويح، نحاول ان احنا نبدأ ب8 ركعات. لو احنا مثلا بنحب شيخ معين ممكن نروح للشيخ اللي بيعجبنا صوته، او لو احنا بنرتاح في جامع معين نقدر ان احنا نروح الجامع ده. وده مش معناه ان احنا علشان الشيخ المعين فاحنا هنروح نسمع، احنا مش حابين الصلاة، لا طبعا. بس احنا بنبقى عايزين نسمع القرآن بصوت احنا بنحبه او احنا بنرتاح له، فده ما يمنعش ان احنا نروح للشيخ ده او للجامع ده. ولو انت بنوتة تقدري ان انت تصلي في البيت، لو قدرتي ان انت تنزلي جامع سيدات تقدري تعملي حاجة زي كده. بس ده مش معناه ان هيقلل من الثواب اللي انت هتاخديه لو انت صليتي في البيت. ولو احنا بنصلي في البيت نقدر ان احنا ندخل الجزء اللي احنا مفروض بنقراه في اليوم، ممكن ندخل منه كام صفحة نقراها في التراويح عشان يخلص من علينا الجزء ده. اخر حاجة وهي بما اننا كلنا في رمضان يومنا بيتغير شوية وبننام متأخر، فنحاول ان احنا نبدأ نصلي قيام الليل حتى لو هنبدأ بركعتين بس. صدقني انت لو بدأت بركعتين بس وتعودت عليها خلال شهر رمضان هتلاقي ان هي بقت عادة بالنسبة لك. حتى بعد رمضان اتعودت ان انت تقوم بالليل كده بس 10 دقايق تقوم تصلي فيهم ركعتين وتكمل نومك تاني. وطبعا ما ننساش ان احنا برضو مع قيام الليل نحافظ على صلاة الفجر، لان تأثيرها كبير قوي على حياتنا وبتجيب بركة كبيرة قوي على حياتنا. وده اكتر وقت بيكون ربنا بيسمع لنا فيه، وطبعا ربنا بيسمع لنا في كل الاوقات، بس بيكون ربنا بيقول لنا اللي هو انت جايلي في عز ما الناس كلها نايمة. فطبعا بيبقى ليها مكانة وثواب كبير قوي عند ربنا. وانا عارفة ان احنا بنبقى اللي عنده شغل تاني يوم، اللي عنده دراسة او مش قادر يصحى فيقول انا لو صحيت مش هعرف انام تاني. لا، اعملها عادة وهتلاقي نفسك مع الوقت اتعودت عادي ان انت تقوم تصلي وتكمل نومك تاني. وفي كلمة اخيرة عايزة اقولها لكم وهي ان مش لازم نبدأ كل حاجة مرة واحدة مع بعض، مش لازم ندخل جامد قوي في علاقتنا بربنا، علشان الحاجات اللي بتدخل جامد قوي مش شرط ان هي تكمل. لكن لو انت بدأت بخطوات صغيرة وبسيطة دي اللي انت هتكمل عليها وتقدر تزود عليها بعدين. وصدقني مفيش حاجة اسمها ان انا لا انا اتأخرت قوي في علاقتي بربنا، لا ربنا مش هيسمعني، ربنا مش هيغفر لي، ربنا مش هيتقبل مني. لا، ربنا دايما باب رحمته مفتوح وهيغفر لك وهيكون مستنيك ان انت ترجع تقرب منه مرة تانية. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.